حاسب قبل ما تشتري شقة. حاسب قبل ما تشتري شقة علشان في إجراءات مهمة لازم تعملها قبل ما تشتري الشقة، علشان ما تشتريش الهوا وتشتري الترماي زي ما اسماعيل ياسين عمل في الفيلم العتبة الخضراء. تعالوا معايا بقى اقول لكم ايه هي الاجراءات المهمة اللي لازم تعملوها قبل ما تشتروا الشقة. اول حاجة ان انت قبل ما تشتري الشقة انت كمشتري لازم تعرف وتشوف تسلسل الملكية للشقة اللي انت هتشتريها. تقولي طب ازاي انا هعرف تسلسل الملكية يا استاذة اللي انت بتقولي عليه ده هتعرف تسلسل الملكية من خلال ان انت هتروح الشهر العقاري اللي الشقة اللي انت عايز تشتريها تابعة ليه، وهتقدم على شهادة تصرفات عقارية. هتعرف تسلسل الملكية وهتعرف مين اللي مالك للشقة اللي انت عايز تشتريها، والشهادة ديت هتقدم عليها هتاخدها بعد 15 يوم تقريبا. تاني حاجة تتأكد ان الشقة اللي انت هتشتريها ما عليهاش مخالفات. طب انا هتأكد ازاي يا استاذ؟ انت برقم قطعة الارض اللي مبنية عليها العمارة اللي موجودة فيها الشقة اللي انت عايز تشتريها وبرقم العمارة هتاخدهم وتروح الحي اللي الشقة اللي انت عايز تشتريها تبعهم، وهتشوف الرسومات الهندسية والرخصة اللي طالعة للعمارة، وهتشوف في مخالفة على العمارة ولا لا. طب انا يا استاذة لقيت الحمد لله ان مفيش مخالفة على العمارة، وان صاحب العمارة باني العمارة وملتزم بالادوار. تمام. طيب انت شفت بقى في الرخصة الهندسية ان هو ملتزم بعدد الشقق ولا لا؟ ودي هتفرق معانا في ايه يا استاذ؟ تفرق يا فندم. هقولك في ايه هتفرق. ان هو ممكن يكون مترخص له مثلا في الدور 3 شقق بس وهو عملهم 4 شقق. في الحالة دي في شقة مخالفة في الدور، انت بقى ما تعرفش انهي شقة المخالفة، هل الشقة اللي انت عايز تشتريها ولا غيرها. فلازم برضو تسأل في مخالفات على اي شقة وتتأكد من عدد الشقق او الوحدات اللي موجودة في الدور واللي محددة في الرخصة الهندسية. ده علشان ان فلوسك ما تضيعش على الارض، وكمان عشان ما تبقاش مضطر ان انت تدفع الغرامة او المخالفة اللي على الشقة لو طلعت الشقة اللي انت هتشتريها هي المخالفة في الدور. لازم تقرأ كويس عقد ملكية البائع للشقة وتشوف له مكتوب في العقد حصة في الارض ولا لا، لان في عقود بيبقوا محددين فيها وقالين ان الشقة ديت ملهاش حصة في الارض، وهو لو العقد بتاعه مكتوب ان هو ملوش حصة في الارض وانت اشتريت على هذا الاساس، يبقى في الحالة ديت انت هتبقى اشتريت الترماي زي اسماعيل ياسين وفلوسك ضاعت عليك. لان لا قدر الله لو العمارة ديت حصل لها اي حاجة انت مش هيبقى ليك حصة في الارض، لان انت اما اشتريت 4 حيطان بس. في عقود تانية ما بيتكتبش فيها ان مثلا ما فيش حصة خالص للشقة دي. احب اطمنك ان العقود اللي زي ديت بيبقى ليك حصة فيها في الارض. طب ازاي يا استاذة ما هو مش مكتوب فيها حصة في الارض؟ لا، ما هو العرف جرى ان اي وحدة سكنية مباعة ليها حصة في الارض مادام ما ذكرش في العقد ان ملهاش حصة، وده طبقا للقانون المدني. بس الافضل طبعا ان يتكتب في عقود البيع وجود حصة في الارض تجنبا للمشاكل. رابع حاجة انك تمضي مراد البايع على عقد البيع اللي انت اشتريت بيه ده. طبعا في ناس هتقولي طب هي مرات البايع مالها؟ هي مش مالك علشان هي تمضي. احب اقولك ان انت بتحمي نفسك، وهقولك دلوقتي انت بتحمي نفسك ليه. انت كده بتحمي نفسك لان ممكن
البايع ومراته يحصل ما بينهم خلاف بعد ما يبيع لك الشقة، وفي الحالة ديت هي ممكن تروح تعمل قرار تمكين وتتمكن من الشقة اللي جوزها باعها لك، وانت مش هتقدر تعترضها لان القانون كفل للزوجة مجرد ما بتعمل قرار تمكين وبيصدر لها قرار التمكين انها بتقعد في مسكن الزوجية. وحلني بقى عقبال ما تروح تثبت انت الكلام ده، او ان يتنصب عليك من البايع ان البايع يعمل خلاف مفتعل ما بينه او مشكلة مفتعلة ما بينه وما بين مراته بالاتفاق ما بينهم، وهي تروح تعمل قرار تمكين وتقعد في الشقة. وفي الحالة ديت انت كده فلوسك ضاعت عليك، تروح المحاكم بقى عشان تثبت حقك. فانت تجنبا لكل المشاكل دي، انت لما بتمضي مرات البايع في الحالة ديت ده بيبقى اعتراف منها او اقرار ان هي عارفة ان الشقة دي مباعة، وهي كده مش هتقدر تعمل عليها قرار تمكين. فانت خد بالك من الحاجات دي علشان فلوسك ما تضيعش عليك، وعلشان تشتري شقة وانت ضامن ان انت مش هيبقى عليها مشاكل.